السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا من جديد في قناتي سيريس كيتشن. النهاردة بقى هنعمل التومية بالقوام الهايل اللي احنا شايفينه ده، وبكل سهولة وبمكونات جوه البيت وسهلة وبسيطة. وقبل ما أبدأ مكوناتي، ما تنسوش اللايك والشير وسابسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنبدأ بقى نعمل المكونات على البارد في البداية، يعني هنحط نص كوباية من المية عادي جدا على كسرولة أو طاسة أو حلة صغيرة. المهم ما تكونش بتلزق، ولو ألمونيا تخلي بالك جدا، ولازم تكوني بتقلبي بسرعة جدا علشان ما تلزقش في الألمونيا. وبعد كده ضفت عليهم معلقتين كبار من النشا، وهنقلب على البارد الأول. وبعد كده لمدة 3 دقايق على نار هادية، هتلاقوها بدأت إن هي تلم كده، وبدأت إن هي تربط معايا واحدة واحدة. علشان ما تكلكعش لازم إيديكي تفضلي تقلبي بيها طول الوقت، علشان ما يبقاش فيه أي تكتلات. وخلي بالكوا ما بين لحظة والتانية هتلاقوها بدأت تبقى كريمي بالطريقة دي، وكمان بتتقل. أول ما تديني اللون الشفاف بعد ما بتستبدله باللون الأبيض بتاع النشا، هنبدأ إن احنا نرفعها من على النار ونسيبها تبرد تقريبا ربع ساعة أو تلت ساعة. المهم لو هتقعديها أكتر من كده لازم تغطي الوش علشان الوش ما ينشفش. وهنا بقى بعد ما المهلبية بتاعتي بردت على الآخر، جبت دورة الهاند بلندر، وتقدري تشتغلي بالخلاط أو بالكبة اللي يريحك. المهم إن احنا نفرم الكلام ده كله على بعضه علشان يكون قوامه كريمي. هنبدأ إن احنا نحط النشا أو المهلبية اللي احنا عملناها في دورة الهاند بلندر، وبعد كده ضفت عليهم 3 فصوص توم مفرومين، تقدروا تخليهم 5 لو بتحبوا طعم التوم قوي شوية في التومية. فأنا حبيت إن الموضوع يكون وسط، فحطيت 3 فصوص مفرومين، وبعد كده نزلت عليهم بنص كوباية من الحليب عادي جدا بدرجة حرارة الغرفة. وبعد كده ضفت عليهم تلت كوباية من الزيت. وزي ما احنا شايفين أنا عايرت بنفس الفنجان أو مج الشاي اللي أنا عايرت بيه الحليب أو اللبن. حطيت الزيت، طبعا في ناس بتنزل سرسوب كده بعد ما بنخلط المكونات، لكن أنا حطيت المكونات على بعضها. ونص معلقة ملح صغيرة، وعليهم معلقتين كبار من الخل، وكمان 3 معالق صغيرين من الزبادي. تقدري تستبدلي الزبادي بمايونيز لو موجود عندك، لو مش موجود خلاص. وحتى لو مش موجود الزبادي فهنكتفي باللبن، ولكن هتكون كوباية إلا ربع مع عصرة ليمونة. دي البدايل. طبعا بقى الهاند بلندر هنبدأ إن احنا نفرم كل الكلام ده كله ونقلبه أو نخلطه علشان يكون بالشكل الكريمي اللي هنشوفه كمان شوية. بالمناسبة إذا لقيتوا الخليط تقيل أو حسيتوا إن الهاند بلندر مش عايزة تمشي فيه كويس، تقدروا تضيفوا ربع كوباية من الحليب أو اللبن العادي أو الزبادي. مفيش أي مشكلة خالص لحد ما تحصلي على القوام الكريمي ده، مفيهوش أي تكتلات. بصوا ازاي قوام متماسك نفس القوام بتاع بره وأحسن، وكفاية إن هو معمول جوه البيت. وبكده تعالوا بقى ناخد الخليط ونحطه في طبق التقديم، وبيكون ده شكله. تقدروا بقى تاكلوه مع البطاطس أو رز بسمتي أو المشاوي. تقدروا تستخدموه في أي وجبة، بجد هايل. طبعا التومية دلوقتي لا غنى عنها في أي وجبة. وهي دي كانت وصفة النهاردة، وصفة بسيطة وسهلة وخفيفة. أتمنى يا رب تجربوها، وأتمنى تكون عجبتكم. لو الوصفة عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير وسابسكرايب، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ودلوقتي بس أقدر أقول لكم لمزيد من الوصفات تابعوني على قناتي سيليس كيتشن، وبالهنا والشفا.